هلا حبايب، شلونكم؟ اليوم راح اسوي لكم شوربة اللي تتقدم بالمطاعم. هاي الشوربة البيضة، اوكي، حطوا لكم اياها والكل تحبها، الاطفال يحبوها من يروح يشربون من عندها. عندي زبد، راح احط شوية زبد، تقريبا معلقتين كبار زبد. اذا تحبين بالزيت العادي تقدرين، بس بالزبد تكون اطيب، وهي اصلا تصير هاي بالزبد. شوية تغيير عن شوربة العدس، واحد يغير. سويت الزبد، اوكي. هسه راح احط طحين. بعد ما ذاب الزبد عندي راح احط طحين. عندي كوب طحين طبعا، راح اسهيه ويا الى ان يتماسك ويا الزبدة، يتماسك عندي حبايب، يتغير لونه يصير اصفر. هسه حبايب ورا ما سويته ويا الزبدة خلطته للطحين، راح احط مي. عندي هنا المي ثلاث كوابة. بسم الله. راح اخلط بيه، اوطي النار، طبعا النار ناصية، وراح اخلط الى ان يذوب عندي الطحين. هاي التكتلات كلها تذوب عندي. بدأت تذوب عندي التكتلات. شوف شلون بدأت تذوب عندي الطحين. مكونات سهلة وموجودة عندي بالبيت، وبنفس الوقت طيبة، يحبوها همين الأطفال. طبعا اعذروني شوية مقربة الكاميرا كلش، لأن الطباخ يمي كله جدورة، وكله تعرفون رمضان شوية لازم يكون الطباخ هوسة. ورا ما عندي الطحين راح افتت الماجي واحط ماجي. فصين او فص ثوم، العفو، فصين او فص ماجي، مو ثوم. توهمت يا حلوين، مو ثوم. شوية فلفل اسود. وهسه اخلط الى ان تدخن شوية عندي. هي بدت تدخن عندي ويصير متماسكة اكثر. بعد جهزت عندي الشوربة، سهلة كلش وما الناس مستعجلة. وهاي حبايبي الشوربة صارت جاهزة عندي، وقوامها كلش طيب وكلش سهلة وسريعة وطيبة. جربوها وما راح تتندمون. إذا حبيتوا اشتراك ولايك بالقناة حتى يوصلكم كل ما هو جديد مني. تحياتي.